30 ثانيه عشان نكسر الموبايل، انا مش معترف. خلينا نجرب اكتر من كده. ادي خبطه وادي خبطه. تمام، موبايل تمام. ما تيجي نرميه في الارض احسن. الخبطه دي جامده شويه. هل سليم؟ سليم. ايه اللي ممكن تاخده من موبايل سعره 7000 جنيه؟ والغريب ان الجهاز ده بالسعر ده واخد ميليتري جريد في مقاومة الصدمات والسقوط، ده غير ان هو مقاوم للمية كغالبية الاجهزة اللي بتنزل في الفئة السعرية دي. ولكن من خلال تجربتي للموبايل ده الفترة اللي فاتت لاحظت ان فيه مميزات وعيوب هتخلي الموبايل ده مش مناسب لكل الناس. في ناس هيبقى الموبايل مناسب ليها جدا، وفي ناس تانية هتبص لاختيار تاني في نفس الفئة السعرية. فلذلك خليني احكي لكم عن مميزات وعيوب الموبايل ده وامتى تشتريه وامتى تبعد عنه. خلينا الاول نتكلم عن تصميم الموبايل اللي هادي وبسيط جدا وما فيهوش تفاصيل كتير. اللون اللي معايا هنا هو اللون الاسود، ولو لاحظت هتلاقي ان الموبايل هنا فلات من جميع النواحي. هتلاقي الظهر فلات والفريم فلات، فالموبايل ما فيهوش كيرفات ومسكته في الايد صعبه شويه علشان الزوايا بتاعته حاده. ولكن الموبايل هنا وزنه خفيف اقل من 190 جرام، وكمان سمكه قليل اقل من 8 مللي. وبالرغم من السمك القليل ده عاوز اقول لك ان بروز الكاميرات هنا لا يكاد يذكر، يا دوبك حاجه بسيطه جدا عن ظهر الموبايل. كمان هتاخد بالك ان فريم الجهاز هنا فيه زرار الباور اللي مدمج فيه البصمه اللي كان ادائها سريع. وكمان الموبايل هتلاقي فيه المنافذ المعتاده زي منفذ ال 3.5 مللي اللي موجود في الموبايل من تحت، وكمان منفذ السماعه السبيكر المونو الوحيده اللي موجوده في الموبايل. والسماعه هنا صوتها عالي وواضح ولكن مش اوضح حاجه. ولكن خد بالك ان الموبايل هنا فيه ميزه اسمها الالترا فوليوم مود، والميزه دي بتعلي صوت الموبايل ل 300% زياده، ولكن ده بيكون على حساب الجوده شويه. ولذلك خلينا بقى نتكلم عن الشاشه بتاعه الموبايل. وخليني اقول لك ان اكتر حاجه مبهره في الشاشه في الجهاز في الفئه السعريه دي هو السطوع بتاع الشاشه اللي بيوصل لحد 1000 نت او شمعه، وبيفضل الموبايل مستقر عليها لمده طويله. فبالتالي لو انت بتستخدم الموبايل بره البيت في اشعه الشمس مش هتواجه معاها اي مشاكل. اما الشاشه نفسها فجايه من نوع IPS بدقه فول HD، وكمان حجمها هنا كبير 6.7 بوصه وبريفريش ريت 90 هرتز. واخيرا الشاشه هنا محميه بطبقه حمايه اسمها باندا جلاس. تجربه الشاشه اجمالا كويسه وما فيهاش مشاكل، ولكن لاحظت ان دايما على اطراف الشاشه وحوالين فتحه الكاميرا هتلاقي فيه ظلال او حتت غامقه بسيطه، ودي شيء معتاد بنشوفه في الاجهزه اللي بتيجي بالشاشات IPS اللي عاده بتكون في السعر ده. فده شيء ممكن تلاحظه، ما تستغربش منه، ده مش عيب في الموبايل، لا دي طبيعه الشاشات IPS لما بتكون معموله بالشيب ده وفيها فتحه في الشاشه. ولذلك وبالرغم من ان تجربه الشاشه هنا كويسه، ولكن انا كنت اتمنى انها تكون AMOLED او حتى على الاقل تبقى زي ما هي IPS ولكن بدقه اعلى فول HD بلس مثلا. ولكن دلوقتي خلينا نتكلم عن حاجه اهم بخصوص الموبايل ده، وهو المواصفات الداخليه والاداء بتاعه، علشان دي نقطه مهمه يا اما هتخليك تشتري او ما تشتريش الجهاز، فعاوزك تركز معايا. الاوبو A3 جاي بمعالج من كوالكوم اسمه سناب دراجون 6S جين 1، وافتكر الاسم ده كويس علشان ممكن تتلخبط ما بينه وما بين السناب دراجون 6 جين 1 العادي، او ما بينه وبين اي معالج تاني، عشان معالجات كوالكوم مؤخرا بقت تسمياتها شبه بعض وتحس ان انت مش فاهم المعالج ده بيندرج لانهي فئه سعريه. فعاوزك تركز معايا. الجهاز ده بجانب المعالج جاي معاه 6 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X، وجاي فيه ذاكره داخليه 128 جيجا من نوع eMMC 5.1. الرامات كمواصفات ما فيهاش مشاكل، الذاكره الداخليه بطيئه شويه ولكن الى حد ما تمشي، لكن المعالج هو اللي فيه تريكايه كده غريبه عملتها كوالكوم، وبالتالي انا بحاول افهم ليه عملت ده. المعالج ده هو السناب دراجون 6S جين 1، والمعالج ده لو بصيت للمعماريه بتاعه الانويه بتاعته هتلاقيها نفس المعماريه بتاعه معالج قديم نزل في 2020 اللي هو السناب دراجون 662. فده هيخليك تسال طب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ المعالج الجديد الموجود في الموبايل ده جاي بتردد 2 جيجا هرتز زياده، وكمان المعالج ده بيدعم رامات بتردد اعلى 2133 بدل 1866 اللي كانت موجوده في سناب دراجون 662 القديم اللي نزل سنه 2020. ففي تطورات حصلت على المعالج ده، ولكن تطورات طفيفه جدا مش هتفرق تقريبا في ارقام الاداء. طيب يا خياط انت قلت لي كلام كتير وارقام كتير، ما تقول لي الخلاصه كده، الجهاز ده اداؤه عامل ازاي؟ المعالج ده للاسف اداؤه مش افضل حاجه في الوقت الحالي، وده باين الى حد ما في الاستخدام، ولكن الواجهه بتاعت اوبو الخفيفه بتحاول تغطي على ده باكبر قدر ممكن. فبالتالي الجهاز هيديك اداء عادي في الاستخدام اليومي، فتح التطبيقات والتبديل ما بينها، ولكن لما تحمل عليه شويه هتبدا تحس ان المعالج ده فعلا كان المفروض يبقى احسن من كده شويه. اما بالنسبه للالعاب فالجهاز هنا شغال لي PUBG على ميديوم جرافيكس وميديوم فريم ريت، وتجربتها صراحه ما كانتش اسلس حاجه. وكمان شغال لي كول اوف ديوتي على ميديوم جرافيكس وميديوم فريم ريت، وتقدر تعلي الفريم ريت لو قللت الجرافيكس شويه. وتجربه اللعبه الصراحه كول اوف ديوتي كانت اسلس بكتير من PUBG. فموضوع الاداء هنا صراحه عندي عليه تحفظات بسيطه. ولكن على الجانب الاخر الشيء اللي ما فيش عليه تحفظات هو البطاريه اللي موجوده في الموبايل. البطاريه هنا جايه بحجم 5100 ملي امبير،
والموبايل هيقعد معاك مستريح اليوم كامل بمتوسط تقريبا 8 ساعات من وقت عمل الشاشه. اما بخصوص سرعه الشحن اللي موجوده في الموبايل، فالموبايل ده جاي بشاحن سريع جاي معاه في العلبه بقدره 45 واط، وده بيخلي الموبايل يشحن في نص ساعه لحد 50%، وبيشحن الموبايل بشكل كامل تقريبا في حدود ساعه وتلت. وقبل ما نخش على اداء الكاميرات، خليني اقول لك ان اداء الجهاز في الشبكات هنا ثابت وستيبل جدا. الجهاز بياخد خطين وبيشغلهم 4G في نفس الوقت، وكمان في منفذ منفصل لكارت الميموري. صوت سماعه المكالمات عالي وواضح، ولكن الجهاز هنا ما فيهوش مايك تاني لعزل الضوضاء، ولكن فيه مستشعر تقارب حقيقي، فتجربه المكالمات هتبقى كويسه بشكل كبير. كمان قدره الموبايل على التقاط اشاره الواي فاي والجي بي اس كانت ممتازه جدا وما فيهاش اي مشاكل. فخلينا بقى نتكلم عن الكاميرات، لان الكاميرات فيها هنا حاجه لازم تاخد بالك منها. الموبايل هنا ظاهريا في الظهر كده هتحس ان فيه كاميرتين، ولكن ده مش حقيقي. الكاميرا اللي فوق هي بس اللي كاميرا حقيقيه، واللي تحت دي مش كاميرا، ده مجرد مستشعر اضاءه بيساعد الكاميرا بشكل ما في انها تطلع صور احسن. فخلينا نتكلم عن الكاميرا الاساسيه الخلفيه اللي موجوده في الموبايل، اللي جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه f1.8. الكاميرا في التفاصيل الحقيقه مش افضل حاجه، ولكن الديناميك رينج ومعالجه الالوان كانت كويسه جدا. اما بالليل فعاوزك بقى تاخد بالك قوي، لان اي هزه في ايدك هتلاقي ان الصوره بقت مهزوزه بشكل كبير، ولذلك حاول دايما ان انت تثبت ايدك وتشغل الوضع الليلي، لانه هيطلع لك صور احسن في التفاصيل وكمان في الديناميك رينج. اما الكاميرا السيلفي فجايه بدقه 5 ميجا بكسل مع فتحه عدسه ضيقه شويه f2.2، والصبح الكاميرا مقبوله، هتاخد منها تفاصيل وديناميك رينج كويسين، ولكن معالجه لون البشره هتحس انها باهته وافتح شويه من الطبيعي. اما بالليل الحقيقه فالدنيا صعبه شويتين، التفاصيل هتلاقيها بتقل جدا والنويز بتكون ظاهره، وللاسف الوضع الليلي بيحسن الدنيا شويه ولكن مش فرق كبير. وضع البورتريه مش وحش، ولكن هتلاقي فيه اخطاء سواء الصبح او حتى بالليل. اما بخصوص تجربه الكاميرا الفيديو على الموبايل ده فخلينا نشوف مع بعض. الموبايل بيصور 1080 30 فريم في الثانيه، والاهتزاز واضح شويه عشان بتحرك، فديناميك رينج الصراحه صعب. المحلات اللي منوره هناك دي مش ظاهر فيها تفاصيل، وهو مش ظاهر نويز، ولكن الفيديو كله غامق، وطبعا مفيش تثبيت، يعني يا دوبك على قد سعر الموبايل. اما بخصوص تجربه الكاميرا السيلفي، فالكاميرا برضه بتصور 1080 30 فريم في الثانيه، ده لان الكاميرا اصلا 5 ميجا بكسل، فمش هتقدر تطلع ريزوليوشن اكتر من ده. الكواليتي الالوان حاسسها مش مظبوطه قوي، ولكن برضه دايناميك رينج مش افضل حاجه، وفي نويز. فالكاميرا صراحه تصوير الفيديو على قدها شويه. خليني اقول لك خلاصه تجربتي للاوبو الاي 3. زي ما قلت في اول الفيديو، الموبايل ده سعره 7000 جنيه، وده للنسخه الاقل اللي جايه ب 6 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 128 جيجا، والنسخه اللي بتيجي ب 8 رام وذاكره داخليه 256 سعرها تقريبا يزيد 1000 جنيه عن النسخه دي. وخلينا اكون صريح معاكم، الموبايل ده صراحه سعره غالي شويه، وكان المفروض ينزل شويه عن السعر اللي نازل بيه حاليا. فمع الوقت لما الموبايل ده سعره يرخص، وقتها هيبقى بيقدم قيمه اعلى مقابل السعر. فلو انت ميزانيتك محدوده ب 7000 جنيه وعايز تجيب موبايل من اوبو، فالموبايل ده هيقدم لك تجربه اجمالا كويسه، ولكن بشرط ان انت تكون مش مهتم بالالعاب، لان الالعاب مش افضل حاجه على الموبايل ده عشان موضوع المعالج اللي اتكلمت عليه. وانا انصحك لو انت الميزانيه بتاعتك تسمح ان انت تعلي شويه، بص على الاوبو الاي 60 لانه هيقدم لك تجربه احسن شويه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الاوبو الاي 3. لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.